أهلا فيكم متابعينا وفي حلقة وجولة جديدة. في عالم سريع التغيير لابد أن نتطرق لشخصيات سريعة التأثير أيضا. اليوم من وراء الشاشات للواقع رح نعرف عن شخصية مؤثرة في السوشيال ميديا وكمان مؤثرة في الواقع، ورح يكون في كواليس كثيرة وحكايات كثيرة مع الأخ مجتبى وتفاصيل كثيرة. لازم تتابعونا من البداية حتى النهاية في برنامج حكاية فلسطيني. هذا البرنامج برعاية ملحمة ومسمكة الأمل. الطبخة رح تكون ناقصة إذا ما كان اختيارك إشي من عنا، سمك، دجاج وبهارات وغيره. زورونا مرة وجربوا، وهيك رح تكونوا زباين كل مرة. أهلا وسهلا فيكم متابعينا وأهلا بالأخ والدكتور مجتبى. يسعدك يا رب، الله يبارك فيك يا رب. يعني دكتور مجتبى، ليش هاللقب دكتور مجتبى؟ اول شيء الدكتور مجتبى هو لقب طلع لي عشان في مجال شغلي السوشيال ميديا، بالمشاكل اللي بتواجهها الناس من فيسبوك، تيك توك، انستغرام، تتوجه لي حل لنا هالمشكله. فبعد ما حل لهم المشكله فصاروا لي والله انك دكتور، فطلعت علي لقب دكتور من السابق، مش جديد، مش خلال السوشيال ميديا. يعني مش دكتور يعني عمليات جراحيات، بالضبط. دكتور للسوشيال ميديا. 100%. يعني أي مشكلة في حسابات السوشيال ميديا بتوجهوا لمجتبى. 100%. طيب لو سألنا مين مجتبى وكيف بلشت رحلته مع السوشيال ميديا؟ اول شيء مجتبى هو قديم في السوشيال ميديا من 2015 و16 و17 بلشنا في السوشيال ميديا. من القدماء كان وقتها محمد السلايمي، محمد ابو صبيح، محمد الشويكي. احنا بلشنا بهدول المجموعات وبلشنا ننطلق منها. اول شخص فتح لايف اطلع فيه 20 جوال في لايف واحد اللي هو مجتبى العجلوني، وبتوقع الناس بتذكر هذا الحكي. بتوقع يعني حسب ذاكرتي والبدايات انه كان في مزبوط جوائز من مجتبى، وبالاضافه كان في حملات للعرايس او هيك شيء. صحيح. هذه اجت من مرحله بعد فتره غياب من خلال السوشيال ميديا. طلعت سافرت برا، عشت في تركيا فتره زمنيه، فاجت وقتها كورونا في 2020. في 2022 بلشت في موضوع البدلات، يلي انا كنت انا بما اني رايح وبجي من تركيا كنت استورد البدلات ونبيعها لهون براس المال. اذا بتذكروا صار عليها ضجه اعلاميه كبيره متذكرين احنا كاعلاميين وكمان الناس بتوقع كمان متذكرين هاي الحمله. في اقاويل واحاديث بتحكي انك عم بتقلده، هل انت بتقلده او انت صقلت نفسك وبنيت ذاتك؟ فوين التقليد في الموضوع؟ ماشي، ممكن في خط الاعلان ممكن يكون في لقطات. احنا في بلد بنحب نوع الاكشن او بنحب نظهر امور تكون زي ما بيقولوها عشان نجذب المشاهد يحضر الاعلان، فبدنا نسوي لقطات نهفات امور هيك. بالاضافه او خلينا نحكي من ناحيه ثانيه، مجتبى متخصص في السين والجيم اكثر، بنشوفه بالضبط. بالشارع وفي الحوار مع الناس، وانت بالفعل ابدعت في هذا الموضوع. لو اليوم مش لو اليوم لا انت اليوم صرت مؤثر سوشيال ميديا، يوم من الايام رفضت اعلان لسبب معين او صار معك موقف انه رفضته لمبادئك؟ اكيد في بيجينا امور كثيره بنرفضها، امور بتخص النساء ما بنقدر نحن نعلن عنها كرجال. بالاضافه عدم الوقت او تنظيم الوقت بيكون بعض الوقت بنرفض اعلانات، او بنبقى حتى انا يعني ناس كثير بتتواصل معي بدها اعلانات بنسى انها اصلا حكت معي انها بدها اعلان، لانه انا اول شيء السوشيال ميديا هو مش شيء اساسي عندي، شيء ثانوي. عندي شغلي وعندي مصدر رزق الحمد لله. مثل ما سمعنا متابعينا، دكتور مجتبى مش بس السوشيال ميديا، هو عمل وشغل ثانوي. طبعا احنا في الاراضي الفلسطينيه تضررنا من 2023 حتى اليوم يعني من ناحيه اقتصاديه بشكل كبير، فبالفعل صار السوشيال ميديا مصدر رزق مجتبى. صحيح، السوشيال ميديا صار مصدر رزق، بس بدك تكون على خطى صح عشان يصير مصدر رزق. بس مش تروح تصور لي صورة شخصية وصورة وكم من واحد وتحطوا نحن الهيبة تحتيها وناوت علمك الأمور اللي شوفيني. فلا بدك تكون مصدر، بدك تكون صانع محتوى. بيجيك واحد بقول لك أنا عندي مشكلتي مش راضي يطلع الفيديو، كيف بدي أسوي إعلانات؟ طب كيف بدك تسوي إعلانات وفيديو عندك حاطط لي صورة لك شخصية؟ ناس مين مهتم فيك؟ إخوالك وأولاد عمامك وهدول وبس، والباقي مش حيتفرج. طيب يعني انت بتشوف انه المفروض انه الانسان يكون معه مبلغ لو قليل من المال عشان يكون مؤثر السوشيال ميديا، او بيحتاج دماغ وعقل قوي وذكي لحتى يوصل للجمهور ويوصل للناس بمحتوى جيد؟ لا، شغلة السوشيال ميديا ما بتعتاز منك قرش واحد أو دولار واحد.
السوشيال ميديا بيعتز بس عقل وطريقة تصوير وفكرة تطرحها. كل ما كانت فكرتك جديدة كل ما نجحت في مشروعك أو شهرتك أو هدفك اللي بدك تصله. الفكرة الجديدة أهم نقاط. اليوم احنا بنحكي السوشيال ميديا، مش انت بتطلع فيها كصانع محتوى، لا، انت عم بتقدم رسالة، انت ممكن تكون سبب لتغيير. ما بنستهين في قيمة الإشي. إحنا اليوم نحكي السوشيال ميديا صارت كل إشي، وعلى التيك توك خصوصا، خلينا نحكي حساب التيك توك موجود فيه أطفال، نساء، رجال. في ناس عندها دماغ تفكر هذا صح أو خطأ، في ناس ما عندها. فاليوم أنت بتشوف إنه النجاح الحقيقي مربوط بعدد المتابعين عبر الحساب، أو في نوعية المتابعين اللي بيتابعوا مجتمع. هلا أول شيء مش معيار عدد المتابعين. بإمكانك تبدأ بمتابع واحد. إذا عندك فكرة وتصوير صح ومونتاج صح تطلع الفيديو عندك وكل فلسطين والعالم بتشوفه. بس إحنا عندنا في مجتمعنا بتطلعوا لهذا العدد، بين ما أجيب واحد عنده 400 ألف متابع أو 500 ألف متابع، بين ما أجيب واحد عنده 10,000 متابع. ممكن يكون أبو ال 10,000 متابع أنجح من أبو ال 400 وعنده مشاهدات أعلى من أبو ال 400، بس ولكن إحنا عندنا بتطلع عنده 4,000 متابع أو معناته 400 ألف واحد بده يشوف الإعلان الإلي. لا، هذه منظور خاطئ. بتعلق في التصوير، بتعلق في الانتاج عشان تطلع اكس بلور. هذه نقطة. بالنسبة لنقطة شو حكيت ذكرت اللي هي انه انت بتشوف انه الناس يعني تطلعاتها بتطلع على المحتوى. طبيعي انا عندي اولاد فبتطلعوا على التلفون زين وعين من الناس. انا مجرد ما اسمع صوت ابني ايش عنده على الفيديو بقول له ازيح عنه هذا، لاني ما بضمن الفاظه وما بضمن كلامه او لقاءاته اللي بيسويها. كثير عندنا ناس محتوى دني في المجتمع الفلسطيني، ولكن نحن ما بنقدر نسوي، ما بيمثل غير نفسه، ما بيمثل المجتمع. بس انا كأب بدي احافظ على اولادي. رقابة الاب لابنائه جدا ضروريه، وانت بتحكي انه انا بحكي لابني كذا كذا، ولكن في بعض الاهل ما بيراقبوا اولادهم اصلا. خذ هذا التليفون وريح راسي انه ما هي هذه مشكله وهذه مصيبه كثير. انا بقول لك ان مؤثرين طلعوا قالوا بدي اطلع زي فلان ولا علان فلان، شو ما يكون هم شفته بيحكي مع فلان وعلان وزلمه مشهور. الفكره مش فكره انه انا ابني بس حل عني، لا، لازم تكون متابعه من الاهل. لانه انا هقول لك انا نسبه متابعين نسبه كبيره من الاطفال. انا في الشارع فيش طفل بيعدي لا مجتبى كيفك يا هذا بنبسط، بالعكس شو بيكون معي بقدم لهم، ربنا بيسر. بس ولكن ليش؟ لانه الاب لما يسمع صوتي على التلفون ابنه ما بقولوش زيح، لان انا عارف شو محتواي، عارف شو مجتبى، وعارف شو الاسئله اللي بسالها. ما بحكي شيء خارج عن المنطق. حب الاطفال لإلك هي مسؤوليه كبيره. شيء اكيد. فانت لما يحبوك الاطفال معناه انت اكثر شخص ممكن تاثر في جيل كامل. فعشان هيك بتمنى انه بالايام القادمه يكون يعني لا شك انه المحتوى اللي انت عم بتقدمه اسئله ثقافيه ولا اخره، انه يكون محتوى كمان توعوي للاطفال. ممكن ليش لا؟ يعني احنا بالنسبه لنا هذا جيل طالع، فلازم يكون هو الجيل المستقبل، يكون مش بعيد عن التعليم وبعيد عن القراءه والكتابه ولا اخره. لازم انت تحثه على هذا الشيء ويشوفك قدوه لك. لازم تكون تمثل انت له المنظور اللي بده يصله، لازم تمثل له اياه قدامه عشان هو يقول والله بدي اصير زيه، مش يلحق الاشياء الفاضيه. احنا وصلتنا اخبار انه مجتبى مع الناس، بس رح نسال كمان التكلفه لو انا بدي اعمل اعلان عندك او اي حد كيف رح هلا بالنسبه للتكلفه ما بقدر احددها او ما احكيها، لانه كثير رحت لناس اطلع لها سيارتي اصلها كان بسطه ولا كان محل تجاره ما ياخذ منهم شيء. بالوضع علمك شايف الاوضاع الاقتصاديه في فلسطين نازله، والله يكون بعون الجميع. واحد صاحب بسطه نازل في هالليل من بعد العصر بضل الساعه 2 3 الصبح، كان ببيع ذره او ببيع عصير او ببيع الاشياء بيع الشارع. نعم. فانا طبيعي يمكن يوميته ما تطلعش ب 300 ولا ب 500 شيكل، اروح انا اقول له والله اعطيني 200 ولا 500 ولا 700 ولا 1000 شيكل على اعلان؟ لا، ما بيجوز. لا، بسوي له الاعلان مني له والله يرزقه. في اعتراض كبير من الناس كثير، يعني احنا بين الناس ومع الناس وبنشوف اراء الناس انه كثير اعتراضات على مشاهير السوشيال بدون ذكر اسماء، بيحكوا انه على شو 1000 على شو 700. حلو. فانت شو رايك في الناس اللي بتاخذ هيك مبالغ؟ احنا بنعرف كاعلام انه اكيد انت لما بدك تطلع محتوى او تروج لاعلان بدك مصور، بدك مذيع، بدك مونتاج، بدك تغطي هاي التكاليف، ولكن في اسعار مبالغ فيها. انت شو رايك؟
هلا بالنسبه للاسعار، انا بلشت في صفحتي في فتره رمضان، كنت الهدايا اقدمهم من جيبتي الشخصيه، ما كان عندي راعي. وانا بالنسبه لي يجيني راعي يقول لي خذ هدايا. صارت معي في رمضانات اللي عدت اخذت هدايا من رواعي، بس ولكن هدايا كانت دنيئه. فيعني كانت نوعا ما اللي يبعث لي يقول لي الله يخزيك على الهديه. الهدية. ليش؟ كانت اشياء والله لا تتعدى الخمسة شيكل، بديش اذكر اسماء شركات. فما بيمثل غير نفسه. لما اقول لهم برعايه فلان خلص بيعرفوا الهدايا من جايه من فلان مش منه. وانا فعليا والله ما كنت افتح لك اياها. رمضان هذا قدمت جوالات، قدمت هدايات يعني قيمه وكويسه، وفي هدايا كاش كانت مني شخصي بدون راعي. ليش؟ عشان ارفع صفحته ويجيني ناس ويجيني متابعين، لانه احنا عندنا حكيت لك مجتمع بتطلع على ارقام، ما بتطلع على الفئه او ماده الفيديو اللي بدك تسويه والمحتوى، صحيح. والمحتوى. طيب انت عم تحكي عن جهد كبير، انه انا اوفر هدايا للمتابعين، بده جهد ومال. صحيح. فهذا الاشي تحترم عليه، ولكن للاسف يعني في متابعين ومشاهدين يعني بيستهينوا، خلص انا بدي اخذ الهديه والى اخره. صحيح. فهي الفكره، بتمنى انه كل حد بيتابعنا يعرف انه الانسان اللي بده يوصل ما بيوصل بسهوله، وبيوصل يعني بعد ما تعب شيء اكيد. في شغله اللي الناس بقول لك انه والله اجت معي بالصدفه. مهم. لا، هي مش صدفه. يعني انا لما نزلت على الشارع اكيد خططت. السؤال اهم، مهم. طريقه السؤال ان كان للشاب ولا ان كان لصبيه ولا ان كان لختيار، في طريقه انك تساله. عمريش انا مسكت الكاميرا في الشارع هيك مشيت في الشارع ودغري جيت للواحد لا، باجي بوقف على جنب، بدنا نسالك سؤال ونصور، عندك مشكله؟ وان كان صبيه حاليا برن عليه بقولها رني على ابوك، على امك، على زوجك، اساليه، قولي له بدك تصور وبده ينزل على السوشيال ميديا. لانه انا واجهت في هيك مشكل. عندنا بلد محافظ، صحيح، فلازم هذه الامور تتخذ بالعين الاعتبار لحتى تتفادى المشاكل. بالضبط. احنا مجتمع محافظ، وبنفس الوقت هناك في تعليقات سلبية كثير، ممكن انت تشوفها عندك على الحساب، على اي حساب من الحسابات. كيف ممكن تتعامل مع التعليقات السلبية والهجوم على مجتبى كشخص او على محتوى مجتبى؟ 100%. هلقيت اول شيء بدك تعرف اذا انت بلشتي في بدايه النجاح، اذا بدك تعرف انك بلشتي بدايه النجاح وبلشتي تظهر للناس، فراح تبلشي تاخذي التعليقات السلبيه، انتقادات محبطه. وفي انتقادات سلبيه كل احترام، وفي ناس بالعكس والله ما بعرف ولا بيعرفني بتصل علي اتصال هاتفي، والله في عندي نقطه في هذه الشغله انتبه لها. هذا كل احترام. واللي التعليق كمان اللي كويس، والسلب برضه كل واحد بيمثل نفسه. في تعليقات بضطر اني احذفها لانها مبالغ فيها، بصير نوع انه في اطفال وفي ناس بدها تشوف هذا التعليق. في تعليقات برضه بتكون فيها نوع من الاهانه المبطنه، بخليها لانه ما بيمثل غير نفسه. في النهايه والبدايه بيعاود كل شيء يبين. انت ما بتعرف شو بصير ورا الكواليس قبل ما نصور. فالناس هي بتشوف الفيديو هيك زي ما هو، والله بيحتحكم على طول. بس في اشياء انا بضطر بناء على الصاحب اللي بدي اصوره، او بناء على اني انا بديش ابينها، انه بتصير في امور محرجه الي وللمشاهد، المسوي على اللقاء. نعم. للشخص اللي انت بتقابله انت ممكن تضطر تشيل اشي او تحط اشي حسب الميدان. 100%. وهي برضو بتمنى كل حد بيتابعنا يفهم هاي الجزئية بالضبط. وكمان مجتبى في شغلة كمان ضرورية. اغلب الناس اللي هيك المحيطين فينا كاستوديو كزملاء لما عرفوا انه مجتبى بدنا نعمل معه لقاء سألونا عن موضوع. الموضوع اللي هو عن موضوع المتابعين. انت بتنزل على الشارع بتحكي للناس انت متابعني او مش متابعني، ففي حال انه هو متابعك بيحصل على هدية قيمة، واذا مش متابعك راحت عليه. اول اشي كيف اجتك هاي الفكرة؟ اول اشي كيف اجتك هاي الفكرة؟ والشغلة الثانية شو بترد على الناس اللي بتحكي لك انه مش غصب انا اتابعك؟ عشان تكوني بالصورة، فيش في لقاءاتي يمكن شخص أو شخصين اللي ما أخذوا على المتابعة، بس ولكن عندي كله أخذ هدايا، متابع أو مش متابع. وبالإضافة السؤال جاوبته وكنت متابع، عندك هدية قيمة اللي كانت الجوال. عندي اللي هي خطوتين، سؤال بالإضافة لمتابع بتاخذ جوال. ولكن إن جاوبت على السؤال بدون متابعة إلك هدية، وإن ما جاوبت على السؤال وكنت متابع برضه إلك هدية. الموضوع مش موضوع انه انا تابعني وكذا، كثير مش متابعيني واخذوا هدايا كثير، ما بطلع انا هيك لا، بس هو راح لقيت سوى
لما ما كانش متابعني، وبتوقع لليوم هذا ما متابعني، ما بطلع على الموضوع، ما بطلع على الموضوع انه انا بدي اقدم هدايا للمتابعين اللي متابعيني. فهذا بالنسبه إلي انه مش موضوع انك عشان تتابعني لازم تاخذ هديه، لا لا، بس ولكن انا خلص شو وقفتك بدك تاخذ هديه، التقيت فيك بدك تاخذ هديه، هذا هو. يعني فكرة مجتبى بيحكي لكم إنه هو بده يعمل تفاعل حركة بالشارع، وبالإضافة للفتة منه لتقديم هدايا للناس اللي متابعينه. أنت تبعته لما تبعت ما بيجبر حد، بالضبط، صحيح، مش ما بيجبر اجباري حد. طبعا. هذا أول إشي. ثاني إشي للأسف أغلب الناس بتشوف الإشي السلبي، ما بتشوف الإشي الإيجابي. وأنت بإمكانك تعمل فولو، بإمكانك تشيل الفولو. اجباري الفولو عندي. مجتبى، عمرك خسرت إعلان عمرك خسرت متابعين بسبب إعلان؟ اعلان لا، بس ممكن انتقاد رأي او امور غير الاعلان. يعني بيكون مثلا عندي فكرة عن شيء معين حبيت اطرحه، في كثير بيعجبهم الناس الفكرة، في ناس ما بيعجبهم الفكرة، بس مش بسبب اعلان. طيب، إحنا في مجتمع شرقي محافظ. صحيح. كم نسبة حرص مجتبى إنه يكون محتواه ضمن المبادئ والأخلاق والعادات والتقاليد من 100؟ هلا هذه لازم، مش مفروض انك تلزم في العادات والتقاليد اللي احنا عايشين فيها في البلد الشرقي بفلسطين. يعني في امور كثيره ممنوع تحكيها، ممنوع تنجاب سيرتها بالسوشيال ميديا، تروح تطرحها. يعني بدي اعطيك كمثال صغير، في رمضان قدمنا امور كثيره، من اكل، من هدايا، من كاش، من مصاريف، من طرود غذائيه، ما صورتها ولا اعلنت عنها نهائيا في خلال السوشيال ميديا. انا بالنسبه لي هذا مبدا. انت اذا ربنا ساتر بدك تفضحه. صحيح، إذا ربنا ساتره، بس الناس إلها بتظاهر للأسف. ما هي انه انت بتحكي حكي صحيح، انت بدك اجر، وكمان انت كمان حابب تقدم خدمه بدون ما يكون إشي حساس للطرف الثاني. صحيح. لكن الناس بتحب تشوف انه في مبادرات انا ضدها من مؤثرين ومن مدينه الخليل بيستغلوا ذوي الاعاقه وبيستغلوا المرضى، بيقدموا مثلا خلينا نحكي جهاز تلفون او هديه، وبيطلعوا على ظهورهم مثل ما بنحكيها، وبيضرب ترند والى اخره. للناس اللي بتفهم هذا الاسلوب مش حلو. فانت عمرك اتبعته مجتبى؟ لا، هذا ما بتبعه نهائيا. انت هي ارجع كل صفحتي، عمري ما شفت واحد ذو اعاقه رحت قدمت له هديه مقابل انه والله مشاهدات او لا لا، بقدم له بدون ما اصوره زي هذا. كل الاحترام، لانه تعاطف الناس على حساب حاله معينه اصلا يعني هو شغله انسانيه وذوق. ولكن مجتبى، احنا كاداره ولما خططنا نعمل اللقاء لفت انتباهنا خلال لقاءاتك الفرشايه. طبعا طلبوا الزملاء انه الفرشايه تكون موجوده اليوم معنا باللقاء. طبعا هاي فرشايه شعر كانت مع مجتبى في احد اللقاءات بالشارع، لفتت انتباه وانتباه الجميع انه شو عم بيعمل مجتبى، ليش طالع بالفرشايه، شو اللي عم بيصير معه. وكان في انتقادات كثير، هو ما معه حق مايك يعني يشتري، فبدنا نسمع ردك. هذا كنا بدنا نطلع في رمضان على بيت لحم في يوم من الايام، فيش مايك. يعني انا كنت امسك المايك الصغير في ايدي هيك واقدم هيك في الخليج، ما احنا في الخليج عارفين بعض، بس لا مش لاقي اطول، بدنا نتطورنا نطلع على بيت لحم، والله ما هي لاقي اطلع لهم في المايك هيك وقاعد اعرف لهم المايك. فحكيت يا مجتبى شو بدك تسوي؟ ما لك غير فرشايه شعر، دور. والله حاولت الاقيها اسودة، والله ما لقيتها، فلقيت هذه الفرشايه، فصرت احط المايك فيها بما انه صغير، احط المايك جواتها واسكرها وخلص، وهي صار مايك، والله مايك وسلك. هو فعلا متابعينا لو الفرشاي لون اسود اهون، يعني ما والله ما لفت لقيت. الانتباه. طيب ايش رايك احكي لك انه في ناس اعتبرت هذا الاشي خصوصي عملتها، مش انه الحاجه ام الاختراع. انت اضطريت، يعني هو كان في ظرف معين. طبعا احنا كاعلاميين وناس في الميدان بنعرف انه خلص انت في لحظتها بدك تدبر حالك، ما في مجال. بس انه في ناس حكت لا هو عمل الحركه خصوصا عشان يضرب ترند او عشان يلفت الانتباه. شو رايك؟ بدي احكي صدفة؟ برضه بدي احكي ممكن يسوى، بس لا انا مش عشان هيك، مش الترند. انا قلت لك من اول انه بصنع الترند صناعه، ما باخذ من ما بقلد الترندات. لو انه موضوع عشان الفت الانتباه كان ما بجيبش مايك، لاني جبت عليها مايك طبيعي يعني موجود في التصويرات،
بستمر فيها لو اني عشان المشاهد او عشان صحيح. لفتة الانتظار النظر. بس لا، هي فعليا اني انا بدي اطلع بيت فلازم اخذ مايك، فمش لاقي اروح اقولهم في هذا، فبس هذه الفكره. مثل ما عم نسمع متابعينا، مجتبى لا للمستحيل. بالضبط. ومجتبى، شو معنى اسمك؟ اسم قليل ونادر في مجتمعنا. صحيح. المجتبى معناها مفضل او المصطفى او المختار، في سوره يوسف واجتباه ربه وجعله من الصالحين، اي اصطفاه او اختاره، هذا معنى الاسم. المعنى رائع. مين اللي سماها الاسم؟ الوالده الله يرحمه. الله يرحم والدك يا رب، والله يطول بعمر احبابك وابنائك. ما شاء الله آمين. ابنائك كمان عم بشوفهم بفيديوهات، لهم مستقبل آه. باهر ما شاء الله. الحمد لله. طيب، يعني ابنائك عم بشوفهم بتوجهوا بس بطريقه ثقافيه دينيه صحيح. عبر السوشيال ميديا، انت بتشجع انه الابناء او الناس اللي يتوجهوا للسوشيال ميديا؟ وهل في مستقبل للسوشيال ميديا؟ شيء اكيد لها مستقبل كبير جدا. انا من 2020 اي حدا بيسالني شو بدي اتعلم، بقول له اتعلم في مجال السوشيال ميديا، في الذكاء الاصطناعي والى اخره. احنا حاليا لسه احنا في السوشيال ميديا، بس ثوره الذكاء الاصطناعي لسه اقوى من مجتبى من 2015 2016 تقريبا هو على السوشيال ميديا. صحيح. طبعا بنحكي 2015 ما كان الانترنت متوفر صحيح. مثل ايامنا هاي. شو مخططاتك لمشاريع يعني لقدام في الايام اللي جايه ممكن تعملها؟ هلا صراحه في مخططات ان شاء الله كويسه، راح تكون برضه ثوره في مجال الالكترونيات او البرمجيات. انا اصلا قبل ما اكون برضه في السوشيال ميديا مبرمج شبكات ومبرمج اجهزه كمبيوتر وامور زي هذه من 2008. من اول من جاب الانترنت الواي فاي في 2008 برضه انا. الواي فاي يعني اي حدا يشبك تليفون، طبعا فيش على التليفونات، كان في لاقط لللابتوبات نعطيهم انترنت. فالموضوع انه في مشاريع برضه في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الذكاء الاصطناعي، وقريبا جدا باذن الله. إن شاء الله. لكل مجتهد نصيب متابعينا. بتحب توجه رسالة أخيرة لمتابعينك، لفانز مجتبى، للي بيحبوا مجتبى، شو بتحب تخبرهم؟ اللي بحب اخبرهم ما تضيع وقتك في تقليد فلان وعلان، ضيع وقتك بصناعة محتوى يخصك بشخصيتك باسمك، ما تكونش اسماء مستعارة. هذه نقطة. والنقطة الثانية بالنسبة للأطفال كذلك الأمر، ما تخلوا أولادكم في خلال بس شغلة يقلب تيك توك فيسبوك يشاهد الناس، خليه يبلش يشتغل على حاله. انتم شايفين عندنا الوضع الله يكون بعون بالنسبة للمدارس مع الأمور اللي صايرة، ما يضيع وقته على التلفون، لا يبلش خلي ابنك من بدايته يحفظ له شغلة يقدمها على السوشيال ميديا ويشتغل على هذا الحكي. في النهاية متابعينا، السوشيال ميديا سيف ذو حدين، إيجابي وسلبي. دور الأهل، دور الإعلام، دور المجتمع والمؤسسات، وكمان السياسات الموجودة على الحسابات دور كبير لحتى إحنا نحد من الظواهر السلبية. في ناس عم تتجه لموضوع إنه التعارف، في ناس على موضوع الفيديوهات خلينا نحكي السلبية أو غير مجدية. كل إنسان هو بيختار شو بده بالنهاية. شكرا لك دكتور مجتبى. الله يسعدك يا رب.